بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الأخوة ذكرني بشيء اتكلم عنه، عن الدعاء. الدعاء مخ العبادة. قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما في دعاء إلا له إجابة، أبدا أبدا أبدا، مهما يكن شأن الإنسان. لكن طبعا الناس المدللة على الله سبحانه وتعالى بعبادتها إلها وقع غير في دعائها. ذكروا في بعض الكتب بأنه سنة من سنين البصرة ما نزل فيها مطر، وعباد البصرة كانوا مشهورين جدا. عباد البصرة كان لا قبلهم ولا بعدهم بالتذلل إلى الله سبحانه وتعالى والخضوع له. فاجتمعوا في الجامع الكبير في البصرة وبدأوا بالدعاء والتضرع من أجل الله سبحانه وتعالى يسقيون ويغيثون. اجتمعوا سفيان الثوري ورابعة العدوية والفضيل بن عياض مالك بن دينار، عباد الدنيا كلها اجتمعت بالجامع، وكلهم رفعوا ايديهم لله سبحانه وتعالى وتذللوا وبكيوا ودعوا. ما نزلت المطر، واستمروا في الدعاء، ما نزلت المطر. وإذ في عبد أسود قاعد على جنب بيقول له: يا رب لح تنزل المطر لما أكسر القارورة، أكسر القنينة. ما شافوا إلا صار في غيم وضبضبت الدنيا ونزلت مطر وصارت الناس تخوض عم بالسيل. شو قصة الرجل؟ مشي وراه، ما هو منتبه لهم. من غاب عن الأشياء غابت الأشياء عنه، ولا شايفون. فات على مكان فاتوا وراه، فطلع صاحب القصر استقبلهم أحلى استقبال، شيوخ الدنيا. نعم، تفضلوا مروني كذا. قالوا: في عندك عبد بدنا إياه. قال له: خذوه هدية. ليش لا تشتروه شري؟ هي العبيد. جاب لهم العبيد تبعاته، طالعوا تفرجوا. قالوا: مو بيناتهم. قال له: ما عندي عبيد غيرهم. قالوا: قال له: في عبد. نعم عندي، يعني عقله بياخذ وبيعطي. نعم، ليك وقاعد على جنب خرابي، لا بيحكي مع حدا ولا حدا بيحكي معه. قالوا: ورجينا يا شافوا ولا هو؟ ايوه. قالوا له: تعال نشوفك بقى، شو قصتك؟ قلت له: رب العالمين سبحانه وتعالى بتنزل مطر لما اكسر القارورة. قال له: سمعتوني؟ قالوا: سمعناك. ترى العبد هذا كان عاصي على الله سبحانه وتعالى، وتاب ورجع لرب العالمين. فكان لما يبكي بدموع الندم كان يعبي الدموع تبعاته بقلب قنينة حتى تعبت القنينة، والقنينة غالية على الله سبحانه وتعالى. هلا في نعم أحاديث: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وأيضا في رواية: وعين غضت عن محارم الله. فروايات متعددة. لكن حتى أهل النار قال بيبكوا يوم القيامة 1000 عام، هن في جهنم بيبكوا 1000 عام بالدموع، بعدين بيبكوا 1000 عام دم بتنزل من عيونهم. فتقول لهم الملائكة: لو كان هذا البكاء في الدنيا، يا ريتكم بالدنيا بكيتوا من خشية الله، ولا كنتوا فتوا جهنم حتى. فقال له: هي دموع تبعي كنت حطها بقلب قنينة، والقنينة أنا مخبيها عندي. فأعمل له: يا رب نزل مطر لما أكسر القنينة، والقنينة بعرفها هو إنه غالي على الله سبحانه وتعالى. فقالوا له: لا سيدي. قالوا له: بدنا هالعبد، شو بدك بنعطيك فيه؟ قال لهم: طولوا بالكم. هذا العبد قال لهم: طولوا بالكم، بدي يصلي ركعتين. فصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى، وبآخر سجدة قال له: يا رب لما كان الأمر بيني وبينك كانت العبادة أحلى، فلما صارت بيني وبين الناس نعم واطلعوا علي الناس، ما عاد أني أتهنى بالعبادة، فاقبضني إليك غير مفتون. سجد ما جلس. فالدعاء مخ العبادة. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لما يجمع العبيد كلياتهم بيوقفك بين ايديه، بيقول لك: عبدي دعوتني في يوم كذا. قلت له: نعم يا رب. بيقول لك: أعطيتك. نعم يا رب. ودعوتني في يوم كذا، ما أعطيتك، أخرت لك يا 10 سنين لأنه كانت أصلح لك. قل: نعم يا رب. ودعوتني في يوم كذا، ما أعطيتك شيء أبدا أبدا.
أخرت لك إياه ليوم القيامة. أعطوه يا ملائكتي، بيعطوه حسنات حتى يتمنى العبد لو